هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة والف خير. اليوم راح اقدم لكم اكلة عراقية لذيذة وسهلة وسريعة، ومكوناتها ان شاء الله متوفرة في كل بيت. وهذه الاكلة تفيدنا بهذه الاجواء الباردة وتفيدنا برمضان، وجدا مفيدة للجسم. وهي كبة الحامض شلغم. مكوناتها: المكون الرئيسي عندنا هذا الشلغم، او يسموه في بعض الدول العربية اللفت. هذا قطعته شرائح رفيعة بهذا الشكل، طبعا غسلته كل زين وبعدين قطعته. وعندي حبة بصل قطعتها بهذا الشكل ناعم. وعندي رز غسلته، رز او تمن غسلته ونقعته. طبعا كميته تقريبا كوب من التمن او الرز. وعندي هذه الكبة، كبة الجريش او تستخدمون كبة التمن. وعندي القليل من السلق. بالنسبة للبهارات هسه اشوفكم ايش راح نخلي من بهارات. وطبعا زيت نباتي ومعجون طماطة، او تقدرون تستخدمون طماطة وتخلطوها بالخلاط حسب الرغبة. وعندي يعني كإضافة اختيارية هي الشعرية والحمص. أنا عندي حمص مسلوق راح استخدمه يعني لبلبي، واذا عندكم حمص يعني تنقعوه لازم قبل ليلة وتستخدموه. وهسه راح نبدي بطريقة العمل. بسم الله. هسه حبايب خلينا جدر على النار. هسه نضيف القليل من الزيت النباتي او زيت الزيتون. هسه نضيف البصل. طبعا حبايبي هاي الاكلة هواية من الناس يسووها صفرة، واكو يسووها حمرة. احنا نسويها حمرة، نحبها حمرة، وهي بكل الاحوال طيبة ومغذية ومفيدة بفصل الشتاء. نحمس البصل الى ان يذبل. وحتى يذبل البصل بسرعة نضيف رشة من الملح. بسم الله. طبعا هاي الأكلة كلش طيبة بالجو الممطر، أكلة شتوية. هسه حبايبي تقريبا بدا البصل. هسه نضيف الشلغة. بسم الله. ونحمس الشلغم ويا البصل. هسه حبايبي راح اضيف البهارات. راح اضيف القليل من الفلفل الاسود، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من بهارات الجدر. هسه اضيف القليل من السلق، اوراق السلق قطعتهم بهذا الشكل. وراح اضيف التمن او الرز. بسم الله. وراح اضيف مي يغطي المكونات بهذا الشكل، وراح اغطيه وبعدين ارجع لكم. بسم الله. شوفوا حبايب اكلتنا شلون صارت. طبعا هسه التمن استوى والشلغم استوى. شوفوا شلون. بهذه المرحلة راح اضيف معجون الطماطة. تقدرون تحمسون معجون الطماطة على جهة وبعدين تضيفوه، بس اني هاي طريقتي. نخلط المعجون من باقي المكونات. هسه حبايبي راح اضيف بعد مي. بسم الله.
هسه حبايب راح اضيف اضافة اختيارية اللي هي ماجي الدجاج الباودر، نعطيها نكهة كلش طيبة. وللحموضة راح اضيف عصير النارنج، او اذا يعجبكم الليمون دوزي او ملح الليمون، بس بالنارنج تطلع كلش طيبة. وراح اضيف حبايبي الشعرية، كمية من الشعرية، كمية الشعرية حسب الرغبة. وهسه راح اضيف الحمص، واني عندي الحمص مسلوق وجاهز. بسم الله. طبعا حبايبي هذه الأكلة أعتبرها من الأكلات التراثية بالعراق، فحاولوا يعني تعلموها لبناتكم، يعني للجيل الجديد، حتى تستمر هاي الأكلات مالتنا القديمة، أكلات جيل الطيبين. هسه راح نضيف الملح، والملح حسب الرغبة، والماجي مالح، يعني حسبوا حساب الماجي لأن الماجي هم مالح. وهسه حبايب راح ابدي اضيف الكبة. هسه بس تصعد الكبة على وجه الجدر يعني ها هي استوت اكلتنا. وهاي يا حبايبي الكبة، شوفوا شلون طلعت على وجه الجدر، يعني استوت اكلتنا. وها هي راح نطفيها ونقدمها بالشكل النهائي. وان شاء الله سهمكم الف عافية. بسم الله. وهذا حبايب الشكل النهائي لأكلتنا، كبة حامض شلغم. أتمنى تجربوها وتعجبكم. هسه راح نصبها ونقدمها. أكلة سهلة وسريعة ومغذية، وتفيد بالبرد والشتاء، أكلة شتوية. أتمنى تجربوها حبايبي وتعجبكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من مطبخ سهى. ومليون عافية.